اهلا وسهلا بحضراتكم. سؤال بيستغربه ناس كتير، هو فعلا الاطفال ذوي متلازمه داون ممكن تظهر عليهم اعراض اضطراب طيف التوحد؟ طب ازاي؟ ودي في الاساس متلازمه جينيه اعراضها السلوكيه بتختلف تماما عن اعراض اضطراب طيف التوحد. طب وهل يعني كده دي تبقى اعاقه مزدوجه؟ وحتى ده لو فعلا حقيقي، يا ترى منتشر بنسبه قد ايه؟ وازاي نقدر نتعامل معاها؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها سوا مع بعض في لقائنا النهارده. خليكم معانا. اولا، يعني ايه طفل عنده متلازمه داون وتظهر عليه اعراض اضطراب طيف التوحد؟ اول حاجه لازم نفهمها ان متلازمه داون لوحدها بتاثر على الادراك واللغه والانتباه والتطور العام، لكن في بعض الاطفال بنلاحظ عليهم حاجات مش مفهومه، زي ان الطفل مثلا مش بيبص في العين خالص، مش بيحب التواصل حتى مع اللي بيحبوه، او عنده حركات متكرره زي الهز او لف الايدين، او بيركز على حاجات غير منطقيه، او حتى مش بيقلد، او فقد كلمات او مهارات كان اتعلمها قبل كده. ساعتها بنبدا نقلق من احتمال وجود توحد كمان مع الداون، ودي حاله بنسميها اعاقه مزدوجه فعلا، او تشخيص مزدوج، وده مصطلح طبي معروف. ثانيا، ايه هي نسب ظهور الحاله دي؟ الدراسات بتقول ان نسب الاطفال اللي عندهم متلازمه داون وكمان معاهم اضطراب طيف توحد بتتراوح من 16 ل 18%. يعني من كل 100 طفل عنده متلازمه داون في عندنا حوالي 16 الى 18 طفل عندهم كمان اعراض اضطراب طيف التوحد مصاحبه لمتلازمه داون. ودي طبعا مش نسبه قليله، بل بالعكس، ده معناه ان لازم يكون عندنا وعي ونتابع علامات ظهور اعراض اضطراب طيف التوحد جنب اعراض متلازمه داون. ثالثا، ازاي بيتم التشخيص؟ التشخيص مش بسيط، لان في اعراض مشتركه بين الحالتين زي تاخر اللغه، صعوبه التواصل، ضعف الانتباه، لكن الفرق الجوهري في جوده التفاعل الاجتماعي. يعني الطفل اللي عنده متلازمه داون طبيعي انه يكون اجتماعي، بيحب الناس، بيضحك حتى لو مش بيتكلم. لكن لو الطفل مش بيهتم بوجود الاخرين ومش بيتفاعل ومش بيلعب بشكل رمزي او اجتماعي، هنا نبدا نشك. المهم ان التشخيص الصح لازم يتم من خلال الاتي: تقييم سلوكي شامل باستخدام ادوات تشخيصيه متخصصه زي مثلا الايدوس 2، ملاحظات دقيقه للتفاعل الاجتماعي، فحوصات طبيه تستبعد مشكلات سمعيه او عصبيه اخرى. وده طبعا بيتم من خلال فريق التشخيص متعدد التخصصات، واللي بيتكون من طبيب نفسي، طبيب مخ واعصاب، طبيب تخاطب، اخصائي نفسي، واخصائي تربوي. رابعا، طيب بعد التشخيص بقى نبدا منين؟ المفتاح هنا هو الخطه التربويه الفرديه المتكامله، وده لان الطفل عنده تحديين ومحتاج تدخل يشمل الجانبين. والخطه غالبا بتشتمل على تدريب سلوكي، ومينلي بنستخدم هنا الاي بي اي لتعليم مهارات جديده وتقليل السلوكيات غير المرغوب فيها، وتعديل بيئه الطفل عشان تساعده انه يتفاعل بشكل اكبر. تدخل لغوي وتخاطب مكثف، لان معظم الاطفال ذوي متلازمه داون والتوحد عندهم صعوبات شديده في اللغه. وكمان تنميه مهارات اجتماعيه ولعب تفاعلي، وده مدخل اساسي للتعلم وبيكون من اولويات برامج التدخل المبكر المتخصصه. وتدريب على الاستقلاليه والمهارات اليوميه زي مهارات اللبس والاكل والنظافه الشخصيه، مع تقديم خدمات متخصصه للدعم الحسي والحركي، لان نسبه كبيره منهم بيبقى عنده اضطرابات في المعالجه الحسيه. خامسا، ايه هو المقال المتوقع؟ يعني يا ترى هنوصل لايه؟ المقال مش ثابت عند كل الاطفال، وبيعتمد على 3 عوامل رئيسيه. اول عامل واهمهم سن بدايه التدخل. كل ما كان التدخل بدري كل ما كانت النتائج افضل. ثانيا، شده اعراض التوحد المصاحبه لمتلازمه داون. ثالثا، استمراريه الدعم الاسري والتعليمي. وفي اطفال بيتطوروا بشكل ممتاز وبيوصلوا لمستويات من التواصل والاعتماد على النفس فوق التوقعات، ولكن في كل الاحوال الطفل ده عنده القدره
انه ينجح بطريقته، المهم نكون احنا شايفين الطريق صح. وخلي دايما عندك يقين ان كل طفل مهما كانت حالته او ظروفه عنده فرصة، ومحتاج بس حد يشوفه صح. لو انت اول مرة تعرف ان في علاقة بين متلازمة داون واضطراب طيف التوحد، شارك الفيديو ده فورا وساهم ان في اخصائيين واولياء امور اكتر يستفيدوا. ولو حاسس ان في طفل في حياتك ممكن يكون عنده الحالتين، تواصل معنا سواء من خلال صفحاتنا او ارقامنا، احنا ممكن نساعدك ونقدم لك خدمة متخصصة وندلك على الصح اينما يكون. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم اسئلة او تجارب، وهنعمل لكم فيديوهات متخصصة للرد عليها. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجة مجهودكم نجاح مع اولادكم، واشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.